إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. على حسب طلبكم عايزين كده اكلات من اكلات الرمضانيه. بصوا بقى، احنا في رمضان بنحب الاكلات اللي هي بتكون خفيفه كده وفي نفس الوقت بتكون طعمها حلو جدا. فيلا بينا نعمل النهارده رز كده معمر من اللي انتوا بتحبوه، وكمان صينيه بطاطس باللحمه. قبل اي حاجه يلا كلنا كده نكتب في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، اول حاجه كده بقشر بطاطس، وطبعا غسلت اللحمه كويس جدا جدا، وبعد كده بدات ان اقطعها في شويه دقيق وليمونتين وميه، وهبدا ان انا اشطفها كويس. كل شويه احط عليها ميه واشطفها. وطبعا كلكم شطار في غسيل اللحوم. هنيجي بقى بعد ما اشطفها كويس هبدا ان انا اصفيها واسيبها تتصفى مع نفسها. وطبعا قشرت البصل اللي هستخدمه مع اللحم. تمام تمام. عايزه اقول لكم كمان ان هعمل كمان معاكم صينيه رز معمر. كتير قوي منكم طلب مني طريقه عمل الرز المعمر، بس قبل اي حاجه كنت محتاجه سمنه بلدي، وكنت قايله كده لواحده تجيب لي 3 كيلو، جايبه لي كده كل كيلو في كيس. فبدات ان انا افتح كيس وهحطه كده في بوله عندي علشان ان انا وثلاث قطع استخدم منها. كده من وطبعا باستخدام المستكه، السكينه بس هبدا بتشوح اقطعها اللحمه كده بيها تقطيع كده بتبقى تحفه عشوائي. تحفه تمام. بجد يا وعين بنات. الكيسين دولت بقى في وهبدا اقلب الفريزر، بقى انا بحب كله دايما كده مع السمنه بعض، انا في وبقوم جايه الفريزر مقطعه كده واطلع كيلو بصلايه، كيلو كده واستخدمه. يلا يعني بينا بقى نبدا طرنشات، نشوح اللحمه وطماطميه بتاعتنا برضو بمعلقه كده من طرنشات، السمنه يعني البلدي. عشوائي كده. تمام. عندك زبدة وهقلب كله مع استخدمي شويه الزبدة فلفل عادي اسمر يعني. أي بدون حاجة ملح. أنت عندك عندك فلفل متاحة ابيض تمام ماشي، استخدميها. اللي انت متقفيش على حاجة بتستخدميه. اللي أنا شوحت بستخدمها. اللحمه كل كويس واحد جدا، تبع بدات ظروفه ازود بيستخدم. عليها أوقات كتير قوي ميه. ما بيبقاش عندي السمنة البلدي وبستخدم عادي سمنة عادية، سمنة صناعي. بدأت ان أنا احط كده كام فص من المستكة وشوحتهم في السمنة، وبدأت بعد كده انزل بقى اللحمة تاخد صدمة، وعليها ورق لورا وفلفل اسمر وبصل وطماطم متقطعين عشوائي. سيبتها تتشوح خالص مع نفسها كده على نار هادية. بدأت بعد كده ازودها كده مية. هبدأ اسيبها بقى كده مع نفسها تغلي غلوة واتنين، واعمل لي فنجان قهوة كنت اظبط بيه دماغي. اهم حاجة دماغي دي لو ما اتظبطتش كل حاجة بتضيع يا جماعة، يعني لازم كده فنجان القهوة. فهاسيبها بقى تاخد غلوة والتانية، وابدأ اهدي عليها النار واسيبها كده مع نفسها. لو عايزين بقى نعمل مع بعض كده فنجان القهوة، بعد كده هخليه من اساسيات كده الروتين. يلا بينا كده بقى بسرعة ننقي الرز بتاعنا علشان نلحق ان احنا نغسله كده وننقعه، لان ما ينفعش اغسله واحط عليه لبن على طول. لازم اغسله وانقعه كده عشان يتظبط معايا في الرز المعمر ويكون سواه حلو جدا، ما يبقاش بقى ايه محصرم، ما يبقاش ناشف. تبع بقى الكلمه اللي انت تعرفيها تبع الدوله اللي انت قاعده فيها يعني. يعني الرز احنا هنا بنحبه يكون طري، مش بنحب ان هو يكون ناشف. الرز المعمر بالذات احنا بنحبه كده. في ناس بتحبه مفلفل، احنا بنحب الرز المفلفل ده في رز حبايه وحبايه. هتلاقوكوا برضو ما تعرفوش، لو انتم من بره تلاقوكم ما تعرفوش الرز حبايه وحبايه. لكن المصريين كلهم طبعا عارفين الرز حبايه وحبايه بيكون حلو جدا. بنعمله بقى مع بطاطس مسلوقه ومتحمره كده يعني. هنعمل ان شاء الله كده مع بعض حاجات كتير قوي الايام الجايه. زي ما انتم شايفين كده بقى بدات ان انا اغسل الرز كده واصفيه، وهبدا ان انا انقعه. عايزين نوصل الفيديو ده لعدد لايكات كبيرة جدا جدا جدا. عايزين القناة تكبر، وانا قناتي مش هتكبر الا بيكو يا عيلتي الجميلة. عايزاكم دايما كده تبحثوا عن اسم القناة كل يوم وتشوفوا دايما اللي انا بنزله. نفسي ارجع كده بفيديوهات وروتينات اقوى من الاول، بس يشجعوني على ده. لو لقيت المشاهدات بتعلى معايا هتدوني الدافع ان انا انزل كل يوم فيديو، ما اقطعش يوم ابدا. بس عايزاكم كده كل يوم تبحثوا عن اسم القناة علشان اي فيديو انزله اللي يعني المنصة تقترحه. تمام. جبت بقى كام كيس لبن كده كان عندي في الفريزر، بدأت ان انا كده افضيهم في حلة واحطهم بقى كده على النار، لان هستخدمه في الرز المعمر ويكون سخن. ويلا بينا نجيب البطاطس نقشرها كده مع بعض. وطول كده ما احنا واقفين في المطبخ بنذكر الله ونقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.
عودي نفسك كده طول ما انت واقفه في المطبخ اذكري الله وحوقلي كتير، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفري على قد ما تقدري. طبعا كل الحاجات دي حلوه جدا جدا، يعني عطروا كده لسانكم بذكر الله. بجد بتمحي سيئات وبتاخدي حسنات وربنا بيفرجها عليكي بيوسع رزقك، وتلاقي الدنيا مختلفه جدا جدا. كلنا بنبقى واقفين في المطبخ ساكتين وقافلين بقنا، لا اما بنزعق مع عيالنا بدل ما نقعد نزعق بقى واعصابنا تتعب اكتر واكتر، وعشان ما تحسيش بقى بملل كده وانت بتعملي الاكل لان ده روتين يومي. طبعا كلنا بنزهق وبنمل، اللي بننام فيه بنصبح فيه، كشغل بيت كأكل ككل حاجة. فاحنا كده كل يوم نفتح كده عينينا برضو على ركعتين كده، ركعتين كده لله. إذا كان بقى ركعتين الصبح، ركعتين الضحى. قومي لو فايتك مثلا صلاة الظهر قومي صليها، ابدأي كده قومي اغسلي وشك وتوضي وصلي قبل أي حاجة. دي من الحاجات برضو اللي ربنا بيبارك لك فيها يومك وبيخليه حلو جدا جدا. وما تستغربوش بقى في صينيه البطاطس، انا مقطعه البطاطس بالشكل ده لاني هعملها بطريقه تانية خالص. قشرنا البطاطس، خرطناها، شطفناها، سيبناها على جنب. يلا بينا بقى، شغلت الفرن فوق وتحت وبدات جبت صينيه الرز بتاعتي، صفيت منها الميه، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره سكر. تركات السكر دي بتفرق معايا جدا جدا في الرز المعمر، دي المعلومه دي واخداها من ماما. تمام، دخلناها الفرن وفوق وتحت زي ما انتوا شايفين كده، واول ما نشفت من تحت هديت النار، خدت لون احمر من فوق، طفيت الشوايه وقربت انها تستوي. بدات نحط معلقتين كده من السمنه البلدي يسخنهم جدا جدا كده في طاسه مع شويه من الزيت، ويسخنهم علشان ابدا احطهم على وش الرز المعمر. دي اللحمة بتاعتي كانت خلاص كده استوت تمام، وتلات ارباع سوا يعني. بدأت ان حطيت السمنة كده على الرز المعمر. يلا بينا بقى نعمل صينية البطاطس الخطيرة بتاعتنا. هنقشر كده بصلتين، تبع كمية البصل اللي انتي بتحبيها دي، يعني ايه مش لازم يبقى زي احنا هنا بنموت كده في حاجة اسمها بصل. فهبدأ كده اجيب بصلية كبيرة او بصلتين متوسطين، خرطتهم، واجيب 3 حبات من الطماطم هقطعهم كده صغير مع قرنين فلفل برضو صغيرين، وطبعا مقشرة توم وهرساه كده جنبي. وكده هنبدأ ان احنا نعمل بطاطس بتاعتنا تعتبر مش بطماطم بقى مضروبة في الخلاط، لا. تمام، قطعنا بقى كل حاجة ويلا بينا هنعمل صينية البطاطس كده مع بعض. اللحمة طبعا عملتها 3 ارباع سوا لان البطاطس دي مش بتاخد سوا خالص في الفرن. هبدأ احط ملح وفلفل اسمر وهدعك بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. حتى التوم كمان نزلته معلقة توم كبيرة، وهبدأ أدعك كل ده كده مع بعضه. تمام تمام، يلا بينا، دعكة كده بسيطة يعني مش اللي هي قوي يعني، فاهمني؟ ويلا بينا نجيب البطاطس. هنحط جزء كده من الخلطة اللي احنا عملناها دي على البطاطس، وكمان شوية كده من الكمون، وحباها تكون سبايسي حطي شطه زي ما انت حابه. انا بحط شويه شطه بس صغيرين كده. وبدات نزلت البطاطس بتاعتي، عندي لسه بقى شويه كده من الخضار بتاعي اللي هي الطماطم البصل الفلفل الخلطه دي. بدات ان احط اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اغلفها بقى بايه، بالمجموعه الخضار بتوعي اللي هو الطماطم وفلفل و... وايه والبصل. وهبدا احط شويه كده من الزيت، وكمان مغرفتين كده من الشوربة. تمام، بدل مية بقى أنا عندي شوربة، هحط مغرفتين كده بس مش هكتر، وأحطها غلوة واتنين على البوتاجاز، وبعد كده أدخلها في الفرن وتطلع معايا بالشكل الخطير ده. البطاطس يا سلام يا سلام يا سلام. اللي حابب بقى ياكل شوربة كمان بحط شوية شوربة كمان جنب الأكل. وأدي الرز المعمر بتاعنا، احنا بنحبه كده مستوي يا جماعة، مش معجن، لا هو مستوي زيادة. وانتظروني في أكلات كتير. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة، باي باي.